كما كنعرفوا بان الجزائريين اثناء الهجره ديالهم من بعد سنه 1830 يعني احتلال فرنسا للجزائر يعني استطاعوا يندمجوا داخل المجتمع التطواني. يعني حنا بغينا غير شي تاثيرات دابا فيما يتعلق الجزائريين البصمات ديالهم تركوها في بعض المجالات مثلا بحال الطبخ اللباس. طبعا هذه دابا الجاليه اللي جات من تطاوان ما جات كتسعى او فقيره. نعم فلوسها جات بالمتاع ديالها. نعم. طبعا جاو بالطبخ ديالهم بالحلويات ديالهم فهمتي. لابد كان تاتي لابد هذا كيعلم هذاك وفي ذاك الورق اللي قلت لك حتى ذاك الصحفي الاراغون اللي كان كيوصف الجاليات اراغون الاراغون انا عطيت من بعد طبعوا هذا مزيان هذا ديال تطوان كيوصل بان الجزائريين كانوا الناس ديال النخوه والنباهه. وزيد لك حاجه واحده اخرى اول مقهى اللي تفتحت في تطوان الجزائريه هاي في الوسعه اول قهوه اللي دارت تطوان مولاها يعني جزائري. وكان هذا الاراغون بيدو كيعجبو يمشي يشرب القهوه التركيه تما. وكيوصف القهوه التركيه يعني القهوه عاديه ماشي هي بحال القهوه ديالهم. نعم قهوه مريحه كتنتعش. نعم هذه واحده من القهوه. علموهم عاود التجاره علموهم اللباس الطرز كانوا كيطرزوا كانوا كيعدلوا كيصاوبوا هادو كيتعلموا من هادو وهادو كيتعلموا حتى اخر ساعه ندمجوا انا قلت لك وتعجنوا. هذه هي الحياه. شي تاثير جزائري على بعض الحلويات اللي نعرفها؟ لا هي اللي قلت لك دابا قلت لك بحال دابا بقلاوه وباقي الاسم ديالها حتى بالتركيه كيعيطوا لها بقلاوه. نعم. والكنافه هي القطايف والمقرط. وكاين بعض الاشياء ربما كاين شي اشياء يا خالي ما بقاتش. ولكن دابا تطوان تبارك الله عليها بالطابع ديالها الاندلسي واللي قلت لك اختلط هذا بهذا. كان شي ماكوله كان باقي عاقل عليها كيعيطوا لها شطيطحه الروز بالخلاع واحد النوع وبزاف د الاشياء. ولكن دابا